لو انت عندك عدو وقررت ان انت تعذبه وتنكد عليه وتجيب اخره، فدي لستة انميات لو انت عدوي انا هفرجك عليها وانا ضميري مرتاح. بصوا، بعيدا عن الهزار اللي انا قلته طبعا، يعني احنا لا عندنا اعداء ولا حاجه، بس احيانا كده بيبقى عندنا مود انا محتاجه اتفرج على حاجه تنكد على نفسي. دي لستة انميات لو انتوا عايزين تعيطوا ممكن تتفرجوا عليها. نمبر 5، انمي مشهور ومعروف بالنسبه لجيلي انا، يعني باسم نانا. انمي سلايس اوف لايف، بمعنى كل حاجة في الانمي دي إلى حد ما واقعية بشكل كبير. هو بيتكلم عن الصداقات وأشكال الحب المختلفة والفشل في العلاقات. هتشوفوا كذا شخصية، ساعات هتحبوها وساعات هتكرهوها وساعات هتحسوا بانجذاب ليها وساعات هتبقوا عايزين ترموها من الأتوبيس. كل شخصية عندها شخصيات مختلفة، يعني كل شخصية في الانمي يعني عندها كذا بيرسوناليتي. ما شاء الله، انمي خلطبيطة بسلاسة جدا. فلو انتوا ليكوا في قصص الصداقة اكتر، لان هو عبارة عن بنتين صحاب وبيمروا كل واحدة بتجربة مختلفة، فانا انصح بانمي نانا. آه. نمبر 4، الانمي المركز الرابع معانا هو انمي نفسي بحت باسم Devilman Crybaby. ده غير الانمي الجديد بتاع Devil May Cry. ده حاجة وده حاجة. انمي سوداوي جدا، بس في مشكلة في الانمي ده ان الفايتات اللي فيه لوز اللوز، وبعدين كل حلقة في الانمي ده بصدمة. 気がよく見える。人間が滅びてしまったせいだな。 ورا صدمة. 愛はない。愛などない。 انا الحقيقة مش عايزة احرق لكم الاحداث. هو في جو شيطاني على جو ملائكي شوية. عموما الانمي ده للناس الكبيرة اللي بتحب الانميات النفسية. الصراحة المطلقة، أنا اتفرجت على الأنمي ده لأن أنا بنجذب إلى أسلوب الرسم. هذا الأنمي لا أرشح به لضعاف القلب خالص. فيعني لو أنت مش قد كده في الأنميات الهورر واللي فيها سايكولوجي وكده، فأنا لا أنصحك إن أنت تتفرج عليه. بس لو أنت بقى ليك شوية في أفلام الرعب، على الأفلام السايكولوجي، على حبة ديمونز كده، فممكن تتفرج على Devilman Crybaby. だよ、アキラ。俺を一人ぼっちにするな。置いていくな。 نمبر 3، إليكو أنمي من التسعينات وتم تجديده في الألفينات. أنمي بعنوان نيون جينيسيس إيفانجيليون. هذا الأنمي برضه مش بخبي عليكم، يعني احنا خلاص بقينا أصحاب. يعني هذا الأنمي اتفرجت عليه مرات عدة بس ما فهمتوش، بس دايما النهاية بتخليني أعيط مع إني أنا مش فاهمة حاجة. كان في صديقة ليا أجنبية قررت إن هي تشرحه لي بشكل مبسط جدا، لأن في ناس كتير حاولت تشرحه لي وأنا ما فهمتوش برضه. فهي جت وشرحته لي والصراحة أنا فهمته. لو انتوا بتحبوا الانميات المعقدة النفسية الفلسفية، فهذا الانمي هيدخلك في دوامة الاسئلة الوجودية. المهم يعني انتوا لو شفتوه يا ريت تشرحوه لاخواتكم في الكومنتات تحت علشان كلنا نفهم. ده مش معناه ابسولوتلي ان انا لسه ما فهمتوش. نمبر 2، إليكم أنمي من الأنميات المفضلة إلى قلبي. أنا ساعات بحب أنكد على نفسي بإني أنا أتفرج على الأنمي ده. ليه؟ لأنه يحتوي على قصص رائعة، إنتاج رهيب، موسيقى، يعني كل حاجة في الأنمي ده مصروف عليها وصح الصح. وهو الأنمي Violet Evergarden، ومن كتر حبي إلى هذا الأنمي فقد قمت بعمل كوسبلاي فايلت قبل كده. عبارة عن بنت اتربت تربية عسكرية بحتة، لا تعرف أي حاجة عن الحب ولا تعرف أي حاجة عن العلاقات الإنسانية. فقرر جندي أو جنرال إن هو يتبناها ويعاملها كأنها ليدي، ولكن
في حرب من الحروب تم فقدان هذا الجنرال، بس ما فقدناهوش قوي يعني، ده لو انتوا حابين تتفرجوا على سيزون 2. المهم خلال رحلتها بتتعرض لعلاقات إنسانية مختلفة. في حلقة أنا بحبها جدا والمفضلة إلى قلبي، هي الحلقة بتاعت الأم كتبت جوابات لبنتها يوصل لها جواب كل عيد ميلاد ليها، لأنها كان عندها مرض خطير وكانت عارفة إنها تتوفى. فالأنمي بياخدك من أول ما البنت كانت طفلة لحد ما البنت كبرت واستقبلت الجواب الأخير بتاع مامتها. アン、8歳の誕生日おめでとう。悲しいことがたくさんあるかもしれない。頑張ることが多くてくじけているかも。でも負けないで。寂しくて泣いてしまうこともあるかもしれないけど、忘れないで。お母さんはいつもアンのこと愛してるわ。 فأنمي مليء بالمشاعر، أنمي مليء بالأحاسيس بصراحة وببساطة شديدة is a masterpiece. أي نعم كل حلقة بتخليكوا تعيطوا، بس ما أقدرش يعني لا غبار على هذا الأنمي. 誕生日おめでとう、アン。20年も生きたのね。すごいわ。大人になっても、たまには弱音を吐いてもいいのよ。あなたが不安になっても、私がいるわ。 Number 1 إليكم أشهر أنمي نكد على جنريشن بحاله Your Lie in April. هو يعتبر أنمي موسيقي، هتشوفوا البطل وهو بيحاول يرجع تاني يحب موضوع العزف وموضوع الموسيقى، بيتعرف على بنت كيوت جدا بتحاول بكل طاقتها إن هي ترجعه يحب هذا المجال. بنتعرف على تراما الولد ليه هو ما بقاش يحب الموسيقى، وهنتعرف على التراما بتاعت البنت اللي هي مهما عدت بحاجات كتيرة صعبة جدا هي لسه بتحب الموسيقى ولسه بتعزف. النهاية لو ما خلتكوش تخلصوا علبة مناديل ما بقاش في كاتشان. 有馬昴生君、君が好きです。好きです。好きです。 دي لسه انميات لو عايز تنكد بيها على نفسك او لو عندك عدو عايز تنكد عليه ممكن تكتفه وتخليه يتفرج على هذه الانميات. وكالعادة لو عجبنا هذا المحتوى يا ريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ولو عندكم انميات جديدة ممكن ننكد بيها على نفسنا يا ريت تقولوا لي في الكومنتات تحت. بس كده انا رايحة اعيط في الكورنر جاني بتتعرض